السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفيلات شحالكم ياك لباس ياك بخير؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بأحسن الأحوال. مرحبا بكم وسهلا في قناتكم وقناتي فاتن سحرة. اليوم عندي لكم وصفة رائعة جدا، من أحسن الوصفات. هذه الوصفة أنا كنستعملها في فترة فصل الشتاء. هذا الماسك يعالج ويساهم في تأخير التجاعيد والترهلات والخطوط الرقيقة اللي كتظهر على الوجه ديالنا والرقبة، وكيعالج البشرة من القشور السطحية اللي تظهر على بشرتنا بسبب البرد اللي يخلي بشرتنا جافة. يرطب البشرة ويعطيها نعومة ما شاء الله، ويساعد في إزالة الخلايا الميتة، ويخلي بشرتنا مشدودة ومشرقة، ويعالج حب الشباب والبثور والتسبغات الداكنة. صدقوني الطفيلات منين تستعملوا هذا الماسك غادي تلاحظوا واحد النتيجة ما شاء الله، يعني خيالية رائعة جدا. يعني غتجربوا هذا الماسك وغادي تكونوا فخورين جدا ببشرة مشدودة وخالية من التجاعيد وناعمة. وإن شاء الله الكل يسوى لكم على السر جمال ونضارة بشرتك إن شاء الله. مهم ننتقلوا المكونات ديال هذه الوصفة ديالنا. المكون الرئيسي والأساسي اللي هو بذور الكتان. الحمد لله الجميع كيعرف بذور، يعني متواجد في كل دولة وكيعرف بذور الكتان. عندنا هون المكون الثاني اللي هو منقوع ماء الروز. يعني خدينا تقريبا شوية الروز وضفنا له الماء وخليناه ينقع 4 ساعات تقريبا حتى حصلنا على هذا المنقوع هذا، يعني لونه شبيه بالحليب. وعندي هون بياض بيضة، عندي هون خواتاتي بياض بيضة أنا ضربت بها مزيان. وعندي هون زيت بذور الكتان، أنا هون سبق لي خلطتهم من قبل. المهم كتحكمي تقريبا معلقتين أو 3 من بذور الكتان وكطحنيهم مزيان حتى كيولوا ناعمين، يعني مثل يعني بودرة ناعمة. من بعد كتوضعي مع حساب معلقتين في هاد الزلافة هذه، في هاد الإناء هذا، وكتسخني هاد المغلي ديال ماشي مغلي الروز، عفوا، يعني هاد منقوع ماء الروز، يعني هاد الماء هذا اللي حصلنا على الروز ملي نقعناه حصلنا على هذا الماء. المهم كتحكمي هذا الماء من بعد وكتغليه كتسخنيه مزيان. من بعد كتضيفيه لهذوك 2 معالق ديال بودرة بذور الكتان وكتحركيهم مزيان حتى كيولوا كريمي مثل هذا الشكل، وتخليهم حتى كيبردوا. ومن بعد كتضيفي عليهم بياض البيض، يعني بياض بيضة واحدة. ومن بعد كتضيفي عليهم قطرات، ضروري قطرات من زيت بذور الكتان. وإلا ما عاد عندكم زيت بذور الكتان عندكم أرغان، يمكن لكم تضيفوا قطرات من زيت أرغان لهذا الخليط حتى خلطوهم مزيان حتى تحصلوا على هذا الخليط ما شاء الله المتجانس الكريمي الرطب. من بعد كتنظفوا البشرة ديالكم. أنا أي ماسك تبغوا تضيفوه وينفعكم ضيفوه على بشرتكم وينفعكم، كونوا من الأول يعني عاملين تقشير لبشرتكم ومنظفينها. ومن بعد وزعوا هذا الماسك على البشرة ديال وجهكم والعنق ديالكم وخلوه تقريبا 20 دقيقة أو حتى ينشف، ومن بعد غسلوا البشرة ديالكم. هذا الماسك ننصح به تستعملوه يوميا ما شاء الله. هذا الماسك رائع جدا، من اروع الماسكات اللي انا ما كنستغناش عنهم. يخلي البشره ديالنا ما شاء الله منوره ورطبه مثل بشره الاطفال، وكيعالج الحبوب وكيعالج كل هذوك التسبغات وحتى الجروح القديمه اللي كتكون على البشره ديالنا ما شاء الله. هذا الماسك هذا خطير 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 ما شاء الله. انا نتمنى منكم تجربوه حبيباتي وتدعوا لي. وني بكم ومرحبا وسهلا مرة ثانية وثالثة ورابعة والمليون في قناتكم وقناتي فاتن سحرة. ونتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتكثروا من اللايكات وتشجعوني، كان دائما نجيب لكم الجديد. حبيباتي باي باي، في أمان الله.